هاي جات نجيه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير زهره. صباح الخير صالح. لاباس الحمد لله. وانتم لاباس؟ الحمد لله خير وعافيه. الحمد لله. شو صاري في الغيزو؟ صاري بزاف، عندنا بزاف تفاعل، بزاف اخبار. جميل. صباح الخير زهره، نعاود نقول لكم صباح الخير صلاح، صباح الخير لكل مشاهدينا متابعي الشروق تي في عامه، وصباح الشروق وصدى الشروق خصيصا. اليوم صدى الشروق راح نبداوه بالحدث اللي كان امس، سهرة أمس السبت مع لو ميليور باتيسي، وكان النهائي ودها آدم كما قلت، وهذا بعد منافسة شرسة مع روزا وياسر، وحضرت فيه الشاف ياسمينة. كان التحدي كبير أمس والمستوى كان عالي جدا، كان التحدي أو موضوع التحدي هو الورود والأعشاب وأيضا كعكات الورد، واللقب كما قلت صلاح كان من نصيب آدم. التفاعل للجمهور يعني أرسلته صباحا كان فيه تفاعل إيجابي من حيث أنه لجنة التحكيم وفقت بشكل كبير في اختيار الفائز، وهو الاختيار اللي توافق مع تصويت الجمهور. شنو مزيرين لجنة التحكيم تاع العام هذا باش الموسم انايا بصح كان عدد رائع مميز. متوقعة ثانية روزا، كنت متوقعة هي تديها يعني اخر لحظه. نعم. انا كنت حاسس باللي ادم كانت عنده اللمسه، كانت عنده اللمسه تاع كان متفرد ويقبل التحدي دائما. التشالنج دائما تدريب قاعد عنده بزاف ادم. وقال لهم من قبل انا ندي اللقب هذا العام، وفعلا دا هذا اللقب، ونقولوا له كل شيء مبروك، ونقولوا تهانينا للشروق على هذا الموسم الرابع اللي كان مميز ولقى تفاعل كبير من قبل الجمهور على مختلف منصات الشروق تي في. هو كان اخر عدد في الموسم، ولكن راح يكونوا في عددين مواسم سبيسيال ان شاء الله. شوفوا الكواليس باذن الله. ماشي راح تشوفوا حاجات اللي راح يكون الناس دارت دي ديسير. الله غير ما تتوقعوهاش. نروحوا الى صدى الشروق عبر برنامج اخر، وهو برنامج عشت وشفت، اللي من خلاله سواء المشاهدين على الشاشه او المتابعين على مختلف المنصات عايشوا قصه جميله لاخوه بلا رابط دم، وهما زينب كريم ومحمد. هما اخوه تم تبنيهم، يعني ما كان حتى قرابه دم بيناتهم، لكن تم تبنيهم من قبل شخص، وهذا الشخص اقول قام بتربيتهم، لكن بعد وفاته اخوه هذا الشخص اللي اسمه زروالي محمد رحمه الله عليه، يعني حبوا ياخذوا البيت اللي يسكنوا فيه هؤلاء الاخوه عنوه، وفعلا قاموا بذلك، وارادوا ايضا الاستحواذ على الارض التي تأويهم حاليا. حبوا يخرجوهم عن العم تاعهم. كنت تبعت يعني قصه جد محزنه، يعني يتامى وتم يعني معاملتهم يعني بهالطريقه. وحاليا هما جاوا لبرنامج عشت وشفت مع الزميل يوسف نكاع باش يطالبوا او يقدموا طلب للسلطات المعنيه من اجل الحصول على سكن اجتماعي ومساعدتهم في هذا الامر. يعني القصه يعني محزنه. مش منطقه بليده من البليده، وكانوا مقدمين في 2022 طلبوا سكن اجتماعي. نعم. وراهم يستناو للان باش يحصلوا ان شاء الله على هذا السكن الاجتماعي. القصه يعني مؤثره جدا، لكن التفاعل كان في جانب اخر، في جانب انهم اخوه بدون رابط دم، لكن كاين هذاك الترابط الكبير، كاين هذاك التعاون، كاين كما نقولوا القلب على القلب. زينب كما شفنا في هذا الفيديو تبوس في راس خوها وتقول له يعطيك الصحه. محمد دايرته شغل يماها، وكريم شغل باباها. يعني كانت قصه مؤثره. التعليقات راح تعكس يعني تاثر المتابعين بهذه القصه. من بينهم ميدو قال الله عز وجل فاما اليتيمه فلا تقهر. حنا يتامى ونحسوا باليتامى، يعني هذه النقطه اللي هضرنا عليها مقبله زهره، يعني يتامى وزادوا لهم يعني ضر على ضر. العربي قال ما اروع الحياه حينما يكون الاخ عوضا وسندا لاخيه. نعاود نرجعوا للتعليق السابق. بيدرو حسبك حافظه التعليقات. بيدرو ماهيش حافظه اليوم نجيه. وسندا لاخته اللي تكون في الواقع او الحياه او حقيقه صعبه، وهي فاقده لمعنى الاسره او الاب او الام. هذا من بين التعليقات. نروح لتعليق اخر. امينه قالت الله يبارك عليهم، اخلاق وتربيه، افتخر انهم جيراننا. هذوما جيرانهم، يعني جاوا باش يعطونا شهاده يعني من الواقع عن هؤلاء الاخوه لاصقين فينا
وفاميليا هما اصلا ما يعيطوش على بعضهم بالاسم، يعيطوا خويا واختي. انا من اللي بديت نشوف في الحصه ودمعتي على خدي. يعني كانت هنايا شهاده من الواقع وجيران يقولوا لنا باللي فعلا هذو اخوه يحتذى بهم، وايضا بلا قرابه دم لكنهم متمسكين في بعضهم كما ربوهم الاشخاص الام والاب اللي تبناوهم. نروحوا الى تعليق اخر من بين التعليقات. محمد قال: مهما كانت المرأة قوية يلزمها رجل يحميها، وانت بنتي لك رجلين، إذا أنت قوية وقوية لأنه عندها أخوين. شفتي الشق اللي راحوا ليه يعني في التعليقات؟ جانب آخر إنساني، يعني جمال صورة العائلة هذيك غطى على المعاناة نتاعهم. كانت صورة جميلة جدا، حتى في حواراتهم كيفاش كانوا يهضروا مع بعضهم تنساوش باحترام بواحد العاطفة يعني تغلبت على المشكل اللي جاوا يحكوا عليه. نعم. نور قالت: انا ملي تزوجوا وتوفات يما ربي يرحمها وبابا متزوج ما كاش اللي شاف فيا وليا ربي. يعني هنا شافوا يعني المفارقه، اشخاص يعني عندهم اخوه صح من نفس الدم لكن يكون في هذيك القطيعه، لكن هذوما رغم وفاه الاشخاص اللي او الوالدين اللي تبناوهم لكن بقاو متمسكين ببعض. كيكي قالت: والله بكيت ربي يحفظكم ليا خوتي، انا تاني نموت عليهم مالغري تزوجت بصح نحبهم هما صناديق بكل حاجه. هذوما بداو يتحدثوا ناس عن تجاربهم عن علاقاتهم الاخويه فيما بينهم. هذا من بين التفاعلات أو التعليقات اللي جات على برنامج عشت وشفت مع الزميل يوسف نكا. تفاعل الجمهور يعني فقط إشارة زهرة وصلاح إلى تفاعل كبير اللي كان على منصاتنا بعد إعلان وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي، اللي كان خبر صادم بالنسبة للساحة الثقافية العربية. يعني كان فيه تفاعل كبير على منصات سواء بالنسبه للطريقه اللي توفات بها او لصدمه انه كانت يعني في صحتها، يعني ما كانت تعاني من حتى مرض. وكان المتابعون عبر مختلف المنصات يتابعوا كل المستجدات حول سبب الوفاه والفاعل وغيرها من الامور. ونحن نقولوا ربي يرحمها ان شاء الله ويجعل مثواها الجنه، وان شاء الله يقتص الحق من الفاعل او المجرم. من الفاعلة نظن هي الفاعلة، نعم الخادمة. نعم الخادمة يعني هي المتهمة حاليا واعترفت باللي هي اللي قتلتها، لكن ما زالت التحقيقات سارية يعني بالمعاملة. ربي يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها ويسع عليها. صدى الشروق متواصلة، والآن نحط الرحال إلى الرياضة مع لاكازا ديال سبور. هذا المرة بالجمعة صارت الجمعة العدد كان مخصص لأبطال الجزائر اللي تم تتويجهم أو حصدوا الألقاب الذهبية وشرفوا الجزائر في مختلف التظاهرات والمحافل العربية والعالمية. حضر في هذا العدد العداء بوعلام رحوي اللي تحدث فيه عن الذهبية الدولية التي حصل عليها، وأيضا استذكر مشاركاته في مختلف التظاهرات. أيضا السباح الجزائري الدولي سليم إيلاس اللي تحدث على حصوله على 50 ميدالية بين ذهبية وفضية في مختلف التظاهرات والتفاعل والفعاليات. قبل ما السباحة يديها صح كان يعني مسيطر على كل التظاهرات سواء الأولمبية أو العالمية أو حتى الوطنية والإفريقية، يعني ما شاء الله. وأيضا كان ضيف هذا البرنامج الملاكم السابق البطل محمد بن قاسمية صاحب الضربة القاضية اللي أسقط أبطال أولمبيين. يعني عدد كان جد مميز. وهذا البرنامج برنامج لاكازا ديال سبور هو نصف شهري باش يستناوه جمهورنا كل جمعه. صارت الجمعه نصف شهري راح يرصد لكم دائما مواضيع مميزه، وهذه المواضيع جعلت من هذا البرنامج الذي يبث على قناه شروق تي في الاول عربيا وحتى عالميا حصد العديد من الجوائز. الاخوه بودي نعم تعودنا على التميز تاعهم والانضباط، وثاني تحسهم مثابرين في الميدان. يعني فعلا يجيبوا دائما الحصري سواء من حيث المواضيع او التصريحات او البرامج الرياضيه، لكن كي نلقاهم نتبع بكل شغف يشدوا الانتباه المشاهد. ما شاء الله عليهم. نتمنى التوفيق للاخوين. نروح الان الى برنامج سكه
لحصد أيضا تفاعل الأسبوع المنصرم، وهذا لأنه كانت عنده لمسة شعبية جميلة جدا مع الفنان مراد جعفري اللي طلع على محبيه عبر هذا البرنامج. كان حوار جد مميز عفوي، فيه نوع من الهدوء، من لمسه شعبيه بامتياز. يعني احنا الفنانين الاغنيه الشعبيه نعرفوهم باللي جايين هادئين كالم رزان، وبالك صلاح هو اللي احتك بهم بزاف المغني الشعبي. انت شفت فيهم هذا التواضع تاعهم خاصه. بالفعل هذا واش الفنانين الشعبي عندهم واحد التواضع، تلقاهم قاعدين معك في الحي في الحومه، ومن بعد عنده عرس ولا عنده واحد يخدم عشيه قاعد معك حتى لاخر دقيقه. هاوليك اللي يخليهم ناجحين ومحبوبين في وسط الشعب. نتذكر لما شيخنا عمر الزاهي توفى يا ربي يرحمه، وكانه البلاد دخلت في حداد بكل المناطق اللي فيها، حتى الناس اللي ما تسمعش الشعبي دخلوا في حداد في تلك الفتره. يبين لك هذا الشيوخ الشعبي والموسيقيين تاع الشعبي وقيمتهم عندنا قرب بزاف للمشاهدين والشعب. اكيد. الحوار اللي كان في سكا كان عفوي كما قلت، وكان فيه العديد من التصريحات اللي قدمها مراد جعفري حول حياته الخاصة، حول بداياته، وأيضا حول ابنته اللي عمرها 3 سنين وربي يرزقه بها بعد صبر طويل، عائشة ربي يحفظها له إن شاء الله. تفاعل المشاهدين سواء على الشاشة أو المتابعين على منصات الشروق تيفي كان جد مميز، وكان في سياق محبة الجزائريين لهذا الفنان. محمد قال مراد الفنان محبوب الجزائريين، هذا من بين التعليقات، كلها كانت تعليقات جميلة وإيجابية، واستحضروا فيه زمن اللي كان فيه مراد جعفري يطلع عليهم كل مرة بجديد. من بين تعليقات زفي قال إيه سي جعفري اللحن الموزون تحية. تعليق آخر يقول أنه ملك قالت مراد جعفري جزائري أصيل، فعلا محترم، مربي بسم الله ما شاء الله، واغانيه هايلين، مميز وقصرته حلوه، نسمع في البهجه يجيبوه ضيف ما شاء الله، ربي يحفظه، وفرحت كي عنده بنته عائشه ربي يحفظها وتفرح بها يا رب العالمين. يعني كامل عندهم راهم يتابعوا في اخباره في اخبار مراد جعفري، رغم انه يعني غائب نوعا ما عن الساحه الفنيه، قليل الظهور. فريده قالت ما شاء الله فنان خلوق ربي يحفظك. تعليق اخر ربما أثار الماضي قالت تفكرت جت الشتاء وجت الرياح. من المصادفة أنه بثلاثة بالضبط هذا التعليق كان كثر بزاف، هذا التعليق كان متكرر لأنه تصادف مع النشرة الجوية اللي قالت عاصفة ورياح، قال لك جت وزوة. قلت لهم 10 أيام قبل الريح ما درتي ولا شنو، قال مرة جت الشتاء الريح. جابوه لنا ضيف في سكة مشخصا. نروحوا إلى برنامج آخر فيه تفاعل على منصات شروق تيفي، وهو يبث يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وهو برنامج الماهر بالقرآن من تقديم الشيخ ياسين. هذا البرنامج اللي يعطي للمشاهدين والمتابعين على مختلف المنصات فرصة أنهم يقوموا بتلاوة وتجويد آيات من الذكر الحكيم بمتابعة مباشرة من قبل الشيخ. هذا البرنامج يلقى تفاعل كبير لأنه يعطيهم فرصة من أجل التصحيح مباشرة عبر الاتصالات، ويقوموا بتجربة قدراتهم في الترتيل والتجويد. من بين التعليقات اللي تثمن هذا البرنامج المميز كلها سواء مايا سواء عابد بوراس أو مهدي أو آلاء، كلهم يثنون على هذا البرنامج الذي تبثه قناة الشروق تيفي، وهذا دائما خدمة للقرآن وأهل القرآن. محمد أيضا المتفائلة كلها تعليقات جد مميزة. المتوكلة صوت شجي الله يبارك، وهنا أثنت على قراءة الشيخ ياسين. زاهية قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، هل تعلم القرآن الكريم برواية حفص؟ جزاكم الله خيرا على هذه الفرصة الرائعة للتعلم والتلاوة. وهذا دليل على أنه يتم مباشرة التصحيح وأخذ بعين الاعتبار تعليقات وتفاعل المتابعين على منصاتنا والرد عليها، وهذا ما يقوم به الشيخ ياسين في هذا البرنامج المميز. ختام صدى الشروق راح يكون
من برنامجنا الخدماتي صباح الشروق. وحضرتك موجود مباشرة. التعليق اللي قدمته صلاح المرة الماضية حول الجدة بالفعل ربي يطول في عمرها إن شاء الله، كان الحديث يعني عفوي عادي، يعني بدون تحضير أو أيضا فكرة على ذلك، وكانت زهرة أيضا حاضرة معك. هذا التعليق عاد بالمتابعين والمتفاعلين إلى زمن جداتهم. صح. كل التعليق كان هذا الفيديو منتشر بشكل كبير في مختلف المنصات. التعليقات كانت جد مميزة، فيها حنين، فيها ريحة الزمان كما نقولوا. نشوفوا بعض التعليقات من بينها صاريتا قال جدتي مسكينة دير واحد الكروكي والطابع ولا أروع، ربي يشفيها ويطول في عمرها. من بين التعليقات أيضا شوفوا تعليق آخر. رانيا كاينه منها دار جدود عندها ريحه سبيسيال، هذا لانه انت زهره هضرتي على انه ريحه الجدود عندها ريحه تحسي بالفرحه والاطمئنان، وخاصه العطله في بلاد القبائل والمناظر الخلابه. هنا كل واحد بدا يحكي على قربه بالفعل وعلى قربه من جده ولا جداته. تعليق اخر ارصدناه على منصات شروق تي في. بلقيس جداتي تربيت عندها في صغري، تعلمت منها بزاف حاجات، عندها 10 ايام ملي توفات، ربي يرحمها ويصبرنا على فراقها، ربي يرحمها ان شاء الله ويصبرهم، يحفظ الجدات اللي ما زالوا احياء ان شاء الله. وسام قالت ربي يحفظ نانا، لانه في الشرق يقولون نانا، وربي يشفيها ويطول في عمرها ان شاء الله. تعليق اخر يلا اذا كان تفاعل هذا الموضوع، احنا تكلمنا على هذا هو يعني الحاجه الجميله في المتفاعلين مع منصاتنا، انه انت تاخذ موضوع يشاركوك في الموضوع، وفي جانب اخر يروحوا لزوايا لربما احنا ماشي الهدف تاعنا هذيك الزاويه. شاركنا اليوم راح تصدمي بالتعليقات لانه شاركنا موضوع على العجايز والعرايس، نرصدوها المره الجايه ان شاء الله. راح تلقاي تفاعل انا متاكده ان شاء الله. من بين التعليقات ايضا فاتي قالت الجده كانت نعم الجده، حنينه بزاف علينا، تنحيها من لحمها تعطيها لنا ربي يرحمها. وهذا واش قلت انت يا صلاح على البيتزا اللي كانت تحضرها بكل حب ليكم. الحاجه علجيه ربي يحفظها ان شاء الله. ان شاء الله. وبهذا وصلنا لختام فقره صدى الشروق لهذا اليوم، ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. صحه اهلا وسهلا، منورتنا دائما وانت تدينا طاقه جميله جدا في البرنامج بهذه الفقره. شكرا لكم ايضا.